عمرك شفت نمل عدواني كده قبل كده؟ في لحظة واحدة بس النمل أكل باب بيت باباي، والأرضية ما استحملتش هي كمان. باباي اتخض وقلب لوح خشب علشان يغري النمل يدخل جوه برميل معدن، لكن للمفاجأة النمل استخدم الحاجات اللي جوه البرميل وبنى رافعة وفتح الغطا بسهولة. وبينما باباي كان بيصلح لاحظ إن السور بيختفي بسرعة غريبة. اتعصب وخد عجلة حديد وبدأ يطارد النمل الأبيض، بس وهم بيجروا النمل أكل الكوبري الخشبي، فباباي وقع في المية. الوقعة دي جابت له فكرة، حفر خندق حوالين البيت وملاه مية، وفعلا وقف هجوم النمل مؤقتا. باباي يفتكر إن الخطر خلص وقعد يقرأ كتاب، لكن النمل ما كانش خلص لسه. حولوا علبة صفيح لمركب وعدوا المية وبدأوا انتقامهم. أكلوا كل الأثاث الخشبي في البيت وحولوا المكان كله لكوم التراب في ثواني. باباي اتجنن وفتح علبة السبانخ وبقوته الخارقة بنى بيت جديد كله من الحديد. النمل حاول يعض فيه بس مهما حاولوا ما قدروش يعملوا فيه أي حاجة. باباي كان بيتفرج عليهم وهو مبسوط ورفع البايب الخشبي بتاعه عشان يسخر منهم، لكن النمل أكل البايب كمان. لحسن الحظ باباي كان جاهز معاهم بايب احتياطي معمول من الحديد الصافي.